السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيشغل ناس كتير، وهو الإفرازات المهبلية. ساعات بتطلع من البنات إفرازات بتكون كتير، أو لونها متغير، أو ريحتها متغيرة، أو ممكن حتى الإفرازات العادية ممكن تكون على الدورة بتتغير برضو ألوانها، فممكن البنات تقلق. عايزين بقى نعرف ايه الطبيعي منها وايه اللي مش طبيعي، وطبعا الطبيعي ده بيبقى ليه أوقات معينة في الشهر عشان يكون طبيعي، ولو ما كانش في الأوقات دي يبقى ممكن تكون في مشكلة. أول حاجة قبل ما نبدأ في الأنواع هنتعرف على فايدة الإفرازات المهبلية. ودي أهم وظائف ليها، بتحافظ على بقاء المهبل نظيفا بطريقة طبيعية. مادة يعني بتزحلق أثناء العلاقة، المساعدة على منع الالتهابات، المساهمة في الحفاظ على الرقم الهيدروجيني للمهبل، اللي هو كلنا عارفين اللي هو البي اتش. كل حتة في جسم الإنسان ليها بي اتش. المعدة ليها بي اتش، الكلى ليها بي اتش، المهبل برضو ليه اتش، ليه بي اتش. الأنواع بتاعتنا بتتعدد، وأشكالها وألوانها بتتغير. بتزداد الإفرازات في وقت التبويض أو الرضاعة الطبيعية والإثارة الجنسية، دي من حيث الكمية، وبتختلف الرائحة في الحمل أو في حالة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية. يعني ممكن انت اللي تكوني السبب يعني كده. آم، بتتصنف على حسب اللون والريحة. فاهمين؟ الأول هنبدأ باللون. عندنا دي الشفافة، أول واحدة الشفافة على إيدك الشمال، أو إيدك الشمال، الأبيض الحليبي، والأصفر، وفي هنا الرمادي والأحمر والأخضر والبني، واللون ده مش عارفة ايه ده، ممكن يكون بينك عشان في الألوان صعبة الصراحة. الكالرز بتاعتنا هنتكلم هنت بسيط عنها قبل ما نبدأ كلام كتير يعني. اول حاجة اللون الصافي، او اللون اللي هو يعني عديم اللون ده، اللي هو الطبيعي يعني. ده النوع الطبيعي. بيبان امتى اكتر؟ لما بتكون اثناء العلاقة، او في اثارة يعني. النوع التاني اللي هو الميلكي وايت، اللي هو الابيض اللي هو شبه الحليب. ممكن يكون طبيعي، وممكن لو بقى شبه الجبنة يبقى، اللي هي بتبقى شبه الجبنة بتبقى عاملة كده. ديت ممكن تكون فانجل انفكشن، اللي هو فطريات، اللي هو فطريات، اللي هو زي الفطر اللي هو بيظهر على اللسان، من النوع ده يعني. اللون الرمادي، وده بيبقى معاه نوع من البكتيريا اسمها بكتيريا الفاجينوزس. اللون الأصفر الفاتح ده ممكن يبقى مع الأمراض المنقولة جنسيا، والأخضر برضو مع الأمراض المنقولة جنسيا. اللون الوردي ممكن يبقى مع الحمل، ولو في تعويرة في الفاجينا مثلا، أو في بداية الدورة. اللون الأحمر دي ممكن تكون الدورة أساسا، أو أي سبوتنج، أو حصل انفكشن أو عدوى، أو كانت حامل يعني وبدأت تسقط، ده الأحمر. إنما البني، لو فيه عدوى، أو في ده نهاية الدورة برضو بيتغير لون الإفرازات، وبتبقى إفرازات لونها بني، أكيد البنات بتلاحظها يعني. اللون الوتري ده بيحصل فيه يوم الاوفيوليشن، اللي هو التبويض، في اليوم ال14، او برضو مع اللي هي sexual arousal، اللي هي الإثارة. عندنا ده اللي هو الأبيض المجبن اللي احنا قلنا عليه. ممكن نتكلم بقى ايه كلام كتير، عشان برضو ايه نركز فيه، هيكون أحلى من الكلام اللي أنا قلته على السريع كده. تكون بعض الأنواع الإفرازات طبيعية، في حين يشير بعضها الآخر إلى وجود حالة صحية تتطلب العلاج. ويمكن أن تكون إفرازات المهبل غير طبيعية، مائلة إلى اللون الأصفر أو الأخضر، أو تكون إفرازات شديدة اللزوج، وممكن نعرفها من الرائحة، زي البكتيريا الفاجينوزس دي، اللي احنا قلنا بتبقى لونها رمادي، بتبقى ريحتها ريحة الايه، السمك، زفرة يعني، بتبقى ريحة السمك، فيشي ووتر. افرازات المهبل البيضاء دي اللي احنا قلنا ايه، بتكون طبيعية،
وما بيكونش فيها حكة ولا بتهرشيها، ده هي ما بتحسيش بيها اساسا. انما بقى لو فيها حكة ممكن نشك، يعني ممكن تكون في فطر ولا حاجة. البني مع قلنا في نهاية الدورة، حيث يساعد نزولها على تنظيف المهبل لأن الدم القديم يبدو بني اللون. الشفافة والمائية تعد الإفرازات الطبيعية. الإفرازات الصفراء دي بتدل على وجود التهابات. الإفرازات الخضراء دي بتكون كمان لو معاها ريحة وحشة وحرقان، يبقى مرتبطة بالإفرازات بتكون مع الأمراض اللي هي المنقولة جنسيا. دي برضو ايه لازم نركز معاها، يعني كنا اتكلمنا عنها فوق، الأخضر مع الأمراض المنقولة جنسيا. الإفرازات اللي بعدها بقى البنية دي بيبقى لونها عامل كده. دي ما تقلقش، دي بتبقى في آخر ايه الدورة. ونلاحظ ان الدورة هي برضو بتتحكم في الافرازات دي، يعني على مدار الدورة قلنا في اول الدورة واخر الدورة. اول الدورة بتكون شفافة او بينك، واخر الدورة بتكون بنية. وممكن في الاوفيوليشن يوم التبويض اليوم ال14 ممكن تبقى ايه وتري وكتيرة، عشان الاوفيوليشن عشان تسهل الانتركورس برضو. وطبعا هي اللي بتظبط الحموضة، والحموضة برضو بتختلف على مدار الدورة الشهرية على مدار الشهر، آم، مما يتسبب في انخفاض مستوى حمضية المهبل لتكون في أدنى نقطة له قبل أيام قليلة من الدورة الشهرية. ومن الجدير بالذكر أن في منتصف المدة تقريبا اللي هي 14 بتكون في زيادة في الإفرازات، وده أمر طبيعي لأن احنا في فترة التبويض. وزيادتها بتكون مؤشر على الإباضة، وغالبا ما تكون إفرازات شديدة اللزوجة بيضاء أو شفافة. الأسباب قلنا كلها ممكن تكون أسباب طبيعية، إفرازات مهبلية يعني عادي. ممكن اللي بتنزل قبل الدورة، ممكن يكون إجهاد عاطفي، ممكن الإفرازات بتزيد مع الحمل حيث تعد كثرة الإفرازات المهبلية من علامات الحمل. ممكن في برضو أدوية هي اللي بتزودها. ممكن تكون برضو الإثارة الجنسية تزيد من الإفرازات المهبلية أو خلال الجماع. ممكن تكون برضو الرضاعة، وطبعا اليوم ال14 اللي هو التبويض، عشان يسهل الموضوع يعني. بتكون دي علامة مثلا لو ست عايزة تتابع عايزة تحمل، يعني بتظبط تعرف اليوم اللي هو التبويض بتاعها ممكن من زيادة الإفرازات المهبلية. النظام الغذائي بتاعك مش عارفة ممكن تكون لها علاقة، بس يعني مش عارفة الصراحة ايه الأكلة مثلا. الغسول المهبلي في اساسا ممكن الغسول المهبلي ممكن يعمل كومبليكيشن كتير وممكن يعمل مضاعفات اساسا. يعني مش كل الغسولات كويسة طبعا، ده تحت استشارة الأطباء اللي هم متخصصين يعني. بس كمعلومة يعني مش كل حاجة بتغسل بيها وتحطها يعني وتحطيها يعني. ممكن تكون بتعمل استخدم مستحضرات. الصابون المعطر الذي يسبب تهيجا في المنطقة الحساسة وزيادة الإفرازات. ممكن مزيل العرق في المنطقة الحساسة، وفي المضادات الحيوية مثلا قتلت البكتيريا النافعة. ممكن السكر يكون هو السبب، ممكن حصلت عدوى. اي حاجة بتخل بالتوازن الطبيعي لدرجة حموضة المهبل ويؤدي الى الالتهابات المهبلية. الاعراض بتاعتها توجد بعض المؤشرات التي يمكن ان تشير الى وجود افرازات مهبلية غير طبيعية او الاصابة بالعدوى. في حال ملاحظة ظهور اي من تلك الاعراض ينصح بمراجعة الطبيب للتشخيص. اللي احنا قلنا عليها الالوان المختلفة والريحة، وفي حكة وعدم راحة، وفي دم عدم وجود حيض، وافرازات المهبل اللي شبه الجبنة اللي احنا ايه وريناكم صورتها قدام اللي هو كان ماسكها في ايديه. وممكن كمان تبان بانها عندها حرقان في البول. كيفية تشخيص الافرازات المهبل، بنلاحظ احنا الافرازات الست الاول، فتروح للدكتور، الدكتور يقول لها وريني، يشوفها بعد يعملوا اختبارات وتحاليل للبول، يطمنوا على البول.
مفيش بكتيريا، مفيش حاجة يعني، ونعمله عينة نشوفه ايه السبب. وممكن برضو حاجات بتبان من بعيد، يعني ريحتها وحشة ولونها رمادي، على طول بكتيريا الفاجينوزس. مجبنة، يبقى كانديديزس اللي هي فطريات. بنركز برضو على أشكالها، وزي ما قلنا فوق. آه، عايزين بقى نشوف كيفية الوقاية. كيفية الوقاية. أول حاجة الحفاظ على النظافة، الغسل بانتظام باستخدام صابون لطيف وماء دافئ. هي مية دافية كفاية. تجنب استخدام الصابون المعطر أثناء غسل المهبل، واستبداله بمنتجات غير معطرة وماء دافئ. المية الدافية هي الأساس. تجنب الدش النسائي وحمامات الفقاعات، يعني ما تقعديش في مية حد تاني كان قاعد فيها قبل كده. وجوب المسح دائما من الأمام إلى الخلف بعد الذهاب من الحمام، ولمنع دخول جراثيم المهبل والتسبب في حدوث عدوى. ارتداء الملابس الداخلية القطنية، وذلك قدرتها على امتصاص الرطوبة وتجنب التهابات الفطريات. ونبعد عن الملابس الضيقة. وما نستخدمش الغسول المهبلي الداخلي، والذي يمكن أن يقضي على البكتيريا النافعة والخمائر التي تساعد على الوقاية من العدوى المهبلية والإفرازات التي ترافقها. نراجع برضو على الصور، عشان اللي حاسس ان هو ما فهمش كتير يعني. نطلعوا فوق تاني. هو انا حاسه كاني بشرح درس الصراحه. الالوان بتاعتنا، اللون الصافي ده الطبيعي، الميلك وايت اللي هو المجبنه ديت ممكن تكون فطريات. الرماديه اللي ريحتها شبه السمك دي بتكون بكتيريا. اللي هو الاصفر ممكن تكون امراض جنسيه، والاخضر برضو بتكون امراض جنسيه. البنك بتكون ممكن حمل او متعورة او في بداية الدورة. وقلنا في نهاية الدورة بتبقى لونها بني. والحمراء ممكن تكون الدورة ذاتها، او يحصل تنقيط او في عدوى او كانت حامل وبتسقط. لو البني الانفكشن عدوى، او في نهاية الدورة اللي هي شبه المية الكتيرة ديت تبقى في فترة التبويض، او في عندها يعني في حالة سكشوال اراوزل او اثارة جنسية. كده نكون خلصنا الفيديو. يا ريت لو حد عنده اي يعني حاجة عايز نتكلم عنها جديد، يدينا افكار. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.